يا صباح الهنا وصباح السعادة وصباح كل حاجة مشرقة برزق الله. يا أغلى وأجمل ناس في الدنيا. أنا كنت بقى حطيت دور غسيل وطلعت الأبيض، غسلته وكان باقي معايا دورين ألوان. يا رب يملى يومكم بالبركة وبالسعادة وبكل حاجة جميلة. يا أغلى وأجمل ناس في الدنيا. يلا نبدأ يومنا بذكر الله. ألا في ذكر الله تطمئن القلوب. لازم نقول يا جماعة اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. يا أغلى وأجمل ناس في الدنيا. انتوا أحلى ناس بجد، روحها جميلة. انتوا قلبي وانتوا حياتي وانتوا روحي. يلا بقى نقوم كده نشجع ونعمل أحلى وأجمل غدا النهاردة مع بعض. هنعمل غدا ايه النهاردة؟ هنعمل ورق عنب. شايفين بقى الورق العنب روعة. قبل بقى ما نعمل بقى كل حاجه على البوتاجاز، كنت مكان ما بسخن العيش كده البوتاجاز بتاعي مش عجبني، قلت لا، لازم ادي البوتاجاز بتاعي غسله كده حلوه كده خفيفه، هو ما فيهوش حاجه، بس عشان احس ان انا وانا بعمل الاكل البوتاجاز بتاعي نضيف كده وجميل كده. تحبي ان انت تعملي كل حاجه طول ما حواليكي حتى البوتاجاز وانت بتعملي عليه الاكل يبقى حلو. طبعا حبيب قلبي، انا الطريقه بتاعت الورق العنب دي انا ما بغيرهاش، بحبها جدا. ان انتي تقطفي الورق العنب وتحطيه في عصايه منه، بتلاقي الرصه بتاعته. بصوا مش قادره اوصف لكم جمالها، خيال خيال. طبعا انا كنت خلصت البوتاجاز اهوت، بس دي بطريقه الورق العنب دي قسما بالله جنه جنه. يلا يا فوزيه انتي وسعديه، قوموا قوموا تنشطوا، قوموا يا حبايب قلبي، قوموا خلينا نشوف ورانا ايه. النهار مليان بالبركة وبالسعادة، يا رب يملى بيوتكم بالخير وبالسعادة وبالبركة وبكل حاجة مشرقة برزق الله. قوموا. طبعا انا بقى كنت بقى خلصت البوتاجاز ونزلت بقى بحبة معلقتين سمنة على حبة من الزيت بقى في الحلة بتاعتي، ونزلت بالبصل بتاعي. نديله بقى نديله بقى تشويحة حلوة كده جميلة كده زيكم. وبقى نزلت عليه بقى يا حبايب قلبي بالفلفل الحار عشان يبقى المحشي بتاعنا كده مشطشط مشطشط وجميل. قومي يلا يا حبيبتي انت وهي لسه مش قمتوا، مفروض بعد ما تشوفوا الفيديو ده تقوموا تتنشطوا. يلا يا حبايب قلبي قوموا. كل سنة وحضراتكم طيبين، يا رب يكون في اسعد حال يا رب، وتكون بيوتكم مليانة بالخير وبالبركة وبالسعادة. اللهم امين يا رب العالمين. اغلى واجمل ناس بجد في حياتي. طبعا انت لازم تسيبي البصلة بتاعتك تتشوح حلو جدا جدا، عشان ان هي تاخد معاكي لون وتبقى جميلة جدا جدا. كل حاجة ما تعمليها بروح حلوة بتلاقيها حلوة زيكم كده. كنت نزلت بقى بكام فص من الثوم، وكنت نازله بقى بالفلفل الحار عشان يبقى بصوا مش قادره اوصف لكم. ولعت بقى على الميه اللي هسلق بيها الورق العنب. كنت بقى نزلت بعصير الطماطم، انا كنت فرماه ومقطعاه. انا فرمت معاكم الطماطم قبل كده. طب انا حبيت بقى ان انا يعني سريع سريع. الست الشاطره يا جماعه اللي ترتب بيتها ترتب حياتها، تنظم حياتها وتنظم بيتها. نزلت بقى بالبهارات بتاعتك، اي بهارات عندك متوفره. انا كان عندي 7 بهارات وفلفل اسود وكمون والملح ومعايا حاجات حلوة كتير لسه ان شاء الله هنعملها مع بعض. طبعا الست الشاطرة بتنظم بيتها بتنظم حياتها. بتلاقي كل يوم مش لازم تكركب كل حاجة عليها، لا بالعكس، لازم توفري وقت للشقة وقت المطبخ وقت لولادك. يعني تنظمي حياتك كده كل يوم تعملي حاجة، تلاقي يومك مليان بالبركة وبالسعادة وبالفرح. كنت نزلت بقى بليمونة متقطعة طرنشات وسنة من الملح في اللي بتسيبها تغلي، وحبة من الزيت. وبعد كده ننزل ورق العنب بتاعنا يبقى بصوا ناعم وجميل، يبقى مش قادرة اوصف لكم جميل. فاحنا بقى هنبقى متفقين ان احنا هنعمل كل حاجة مع بعض، وكل مش هنتقل على نفسينا ولا نتعب في نفسينا. كل يوم نعمل حاجة كده تلاقي بيتك منور. على فكرة يا جماعة، البيت النظيف الملايكة بتحب تطوف حواليه وبتحب تخشه. طول ما بيتك نظيف
وشقتك نظيفة وحياتك كلها نظيفة، الملايكة بتحب تخش البيت النظيف. يا رب طبعا يملى بيوتنا من الملايكة، ويملى بيوتنا بالسعادة وبالفرح وبالهنا وبكل حاجة مشرقة برزق الله. شايفين بقى يا حبيب قلبي، انا كنت نزلت بقى بالورق العنب. شايفين التركات والحركات، شايفين اللي اديله ادي يا جماعة. شايفين؟ ربنا يملى بيوتكم بالخير وبالسعادة وبالفرح بكل حاجة مشرقة طبعا برزق الله، عشان انتوا بجد ناس جميلة جدا جدا جدا، وبتتمنوا الخير للناس. ربنا يتمنى لكم كل حاجة سعيدة ومشرقة طبعا برزق الله. انا قلبت الورق العنب زي ما انتوا شايفين. قلت بقى شايفين ان الزيت مع الليمونة مخليني ريحة الورق العنب وهي بتتسلق ريحتها رهيبة، فيها مزة كده، اكنك بتاكلي عنب بالظبط. بسم الله ما شاء الله عليها، تبارك الرحمن. كل حاجة ما بتعمليها في بيتك بطريقتك وكده حاجتك تبقى حلوة وجميلة ومشرقة طبعا برزق الله. شايفين يا جماعة التركات والحركات؟ شايفين التركات والحركات؟ شايفين الورقة ورقتها كده مشطشطة كده. يلا يا حبيبة قلبي قومي، يلا يا حبيبتي انتي وهي. شايفين يا حبيبة قلبي؟ شايفين الورقة بورقتها ازاي؟ تلف المحشي براحتك. لو المحشي ما باخدش معايا وقت، نص ساعة بكون لفة الحلة. بسم الله ما شاء الله. ليه؟ مظبطة حالي ومظبطة ورقي ومظبطة طريقة المحشي بتاعتي. ريحة التتبيلة اللي انا هتبل معاكم الفراخ بيها دي تبارك الرحمن، ديت فراخ بلدي اللي هي الشمرت. انا عملتها معاكم محشية، وعملتها معاكم محشية ببصل. بصوا كل حاجة عاملها معاكم جديد في جديد. اللي مش الاطفال وما بيحبوش الفراخ البلدي او الطيور البلدي، لا بالطريقة دي هتخلي ولادك يحبوا الطريقة دي، وتخليهم كل حاجة ياكلوها من تحت ايدك طبعا، ان انت عاملاها ببركة وعاملة حاجتك في بيتك بكل حاجة جميلة. وطبعا نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بشرت عليها حبايه طماطم مع البهارات بتاعتي، اي بهارات متوفره عندك. وبقى كنت خاليه الجلد من الوراك. بصوا اديتها التتبيله ديت. الريحه نفسها يا جماعه مش قادره اوصف لكم جمالها، الريحه روعه روعه روعه. شايفين الصدر يا جماعه مخلي من غير ما انا يعني اجيب سكينه ولا اي حاجه، لان الفراخ لسه صغيره، وفراخ شامورت البلدي دي بتبقى جميله في الاكل. انا بعملها لاولادي على طول، وانا ما يعني بجد اللي مش يربي الفراخ البلدي عنده بيبقى غلطان جدا جدا جدا، ويبقى ندمان ان انتي ما بتجربيش ان انتي تعملي الحاجه في بيتك وتاكليها كده من تحت ايدك، بتلاقي كل حاجه جميله. التتبيله يا جماعه مش قادره اوصف لكم جمالها ولا ريحتها. يا سلام، يا سلام على الريحه، يا سلام، يا سلام على امهاتنا، يا سلام اللي معلمانا الشطاره والحلاوه كلها. الله يرحم امي وابويا وامتنا اجمعين، اللهم امين يا رب العالمين. شايفين يا جماعه؟ مش قادره اوصف لكم ريحه البهارات لغايه ما هي تتبل معانا نص ساعه. نطلع، كانت الغساله بتاعتنا خلصت الغسيل، نطلع انا طالعه فوق ان انا انشر الغسيل. يلا يا حبايب قلبي قوموا اتنشطي كده، يلا يا حبايبي قوموا، النهار مليان بالسعاده وبالخير وبالبركه. الشمس طالعه جميله واليوم جميل. اليوم النهارده يا جماعه مش قادره اوصف لكم جماله. دخلنا بقى في الصيف كده والجو الجميل، الجو ربيع يا جماعه. قوموا يا حبايب قلبي. كنت انغسلت بقى ونشرت. والله العظيم يا جماعه انا قاعده في بيت لوحدي، قسما بالله نفسي امنيه حياتي اعمل منشر. عندي بدل البلكونه بلكونتين. بجد من يوم اخدت البيت ده وانا قاعده فيه، ما كل ما اقول لمحمد يا محمد اعمل لنا مناشر، قول حاضر حاضر حاضر. بجد يا جماعه انا قاعده بقالي 4 سنين عامله الحبال زي ما انتم شايفين لما زهقت. والله العظيم زهقت بجد. طبعا انا قلت ايه بقى لغايه ايه غسلت البتاع، لسه برضو سايبينها في التتبيله نص ساعه. ليه بقى تسيبيها في التتبيله نص ساعه؟ تلاقي الحياه كده ايه، الريحه كمان اخدت في بعضها كده، الفراخ بالريحه بتاعتها الجميله بالمزه بتاعتها. بص هتلاقيها كل حاجه جميله. انا شطفت الطباق كده تشطيفه عشان اعرف اغسل المواعين بتاعتي. قلت بقى لغايه ما ايه
تتبل. كنت غسلت برضو كمان حبة المواعين اللي احنا استعملناها في خلطة المحشي والتوابل بتاعتنا، يبقى ايه مطبخنا نضيف، كل حاجة منظمة، كل حاجة حلوة. طبعا انت ست بيت شاطرة، مش لازم حد يخش يعدل عليكي. انت ست بيت نظيفة، متعلمة من امك ومن حماتك النظافة. طول ما انت نظيفة في بيتك وشاطرة، مش هتلاقي حد يقولك انت واقفة على حاجة دي، او تلاقي واحدة تقولك لا ده انت مش نظيفة في بيتك. لا، انا نظيفة وشاطرة في بيتي. انا متجوزة يا جماعة بقالي 10 سنين، اقسم لكم بالله ان انا عندي كل حاجة اكنك لسه متجوزة بقالك اسبوع. ليه؟ انا مش مهملة. انا مش مهملة في بيتي ولا في اولادي ولا في شقتي. حتى شقتي القديمة، اقسم لكم بالله يا جماعة، انا كنت سايبة الشقة الحيط نفسه مش قادرة اوصف لكم، مش كان فيه خربوش. الدهان قعدت فيها 7 سنين، 7 سنين. كل حاجة كانت فيها مش قادرة اوصف لكم، زي ما هي، زي ما هي والله العظيم يا جماعة. فيلا الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. وطبعا انا سبتها، وربنا اراد ان انا يعني اخد البيت ده لوحدي، طبعا ببركة سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، ودعاوي امي ليا الله يرحمها. قعدت لي وقعدت لاولادي ان ربنا كرمني بالبيت ده اللي انا قاعدة فيه حاليا. والله يا جماعة، اللي دعاوي امه بدنها قعداله، واللي خير اللي بيعمله بدنه قعدهوله. طبعا انا بقى ايه، جبت حله فاضيه ما فيهاش اي دهون خالص، نزلت بقى بالفرخه بتاعتي، ونزلت كمان بالسبع بهارات وحبه من الكمون وحبه من الشطه وحبه من ورقتين لولو وكده. ونزلت بقى ايه ان انا اعصج اللحمه بتاعتي الفراخ بتاعتي، اديها تعصيجه حلوه كده كده كده، وتبقى ايه، سلام على ريحه الشلوحه وريحه البهارات اللي طالعه منها. لو كنتوا معايا دلوقتي يا حبايب قلبي مش قادره اوصف لكم. اديها بقى تشويحه بتاع ربع ساعه على نار هاديه خالص، كوبايه ميه، واغطي عليها واسيبها خالص براحتها خالص لغايه ما هي ربع ساعه تكون بقى اخدت بقى الحاجات الحلوه بتاعتها. نخرط الخضره بتاعتنا ونظبط كده كام حاجه. خرطت الخضره واغسل الخضره بتاعتي زي ما انتوا شايفين. كل حاجه بتعمليها كده بتلاقي اليوم بتاعك مليان بالبركه وبالسعاده. والصحيان بدري يا جماعه بيبقى ليه يعني حاجه تانية. ليه بتقومي من النوم بتلاقي نهارك مليان بالبركه وبالسعاده وكل حاجه مشرقه برزق الله. طبعا ان انا حطيت على الخضره والرز بتاعي ايه، نعناع من اللي انا كنت منقياه معاكم. النعناع يا جماعه اما بتنشفيه وتيجي تنزلي بيه على المحشي، او ان انت تعملي عصير ليمون وتحطي معاه نعناع او تغلي نعناع. النعناع عامه جميل في كل حاجه بنعملها. شايفين الصلصه تبارك الرحمن جميله جدا. الحله بتاعتي اللي هحشي فيها الورق العنب كنت نزله بيها بفلفل مقطعاه طرنشات، والطماطم طرنشات، والبصل طرنشات. وبقى ايه، اديتهم بقى ايه تقليبه بريحه بقى بهارات بتاعتك، ونزلت بيهم في الحله. واديت بقى الخلطه المحشي بتاعتي حبه من الزيت عشان يبقى الورق العنب بتاعي لمعته جميله كده وحلوه وجميله. الكاميرا يا جماعه هي اللي مضيعه الدمعه بتاعه الكاميرا هي اللي ظالمه خلطه المحشي دي والله. دي لو تليفون حلو مش قادره اوصف لكم كان مطلع خلطه المحشي دي ازاي. طبعا الورق العنب زي ما انتم شايفين الورق بورقتها ازاي، ولا تفردي ولا اي حاجه، الورقه مفروضه من نفسها. الورقه بتحشيها على الورقه الخشنه، بتحط خلطه المحشي بتاعتك على العروق اللي طالعه من الورقه. بتحطي بقى تفردي الورقه على ايدك وتحطي بقى حبه في النص، وتجيبي الطرف ده مع الطرف ده يمين مع شمال، وتلفي صبع المحشي بتاعك. بتلاقي صبع المحشي بتاعك جميل جدا ومرسوم رسمه حلوه وكل حاجه مش قادره اوصفلك جمالها. انت ست بيت شاطره زي ما احنا اتفقنا. ماشي يا حبايب قلبي، والله انتوا روحي وعقلي، وانا بتمنى الخير للناس كلها. ربنا يرزق كل واحد، وربنا يا رب يبعت لكل واحد رزقه تبارك الرحمن. مش كملت نص ساعه، شايفين لفيت النص كيلو ورق من العنب. شايفين التركات والحركات عشان الورق بتاعك يدنه زي ما هو.
تحطي طبق فاضي. طبعا ده الدمعة اللي كانت فاضية من بعد ما خلصنا الحشية، ما تكبهاش، ده خسارة، بتدي مزة وطعم للأكل جميلة جدا. أنا نزلت بيهم والشوربة بتاعتي خلصت، الشوربة مولعة. نزلت بقى على المحشي بتاعي عشان اولع عليه. لغاية ما اولع عليه تعالوا نشوف هنعمل ايه تاني. اهم حاجة يا جماعة الطبق ما تشيلهوش من على المحشي الا لما المحشي بتاعك ان انت تسقيه بالشوربة. طبعا طب التسوية بيبقى الورق العنب مغطي الشوربة بتاعتي ولا لا؟ لا، اول حرف من الورق العنب يدوب عليه المية، ما تغطيش الورق العنب بالمية عشان ما يبقاش في المحشي بتاعك مية او شوربة. تبقي ست بيت شاطرة. نزلت بقى بمعلقتين من السمنة سيحتهم، ونزلت بقى يا حبيب قلبي بلسان عصفور ان انا احمره لغاية ما المحشي يستوي. عشان بقى كانت بقى الساعة دخلت في 3:30، ان احنا 3:30 العصر، ان احنا نتغدى بقى عشان ايه؟ ابن زمانه جاي من الدرس. ماشي يا حبايب قلبي. حمرت بقى ايه لسان عصفور، وجيت بقى نزلت بقى بالشوربة بتاعتي. شايفين تبارك الرحمن لسان عصفور جاي على الدمعة وعلى الشوربة الجميلة وعلى الريحة. شايفين بقى المحشي ولا فك منك ولا صبع فك منك ولا حباية رز فوق المحشي؟ ليه؟ عشان